والاقتصادية في البلاد طيلة أكثر من 4 عقود، حيث شهدت تركيا أول انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد. فتحرك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، وتم وقف نشاط الحزب الديمقراطي بتهمة العزم على قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية. وتلا الانقلاب الأول ب11 عاما، وتحديدا في عام 1971 الانقلاب العسكري الثاني في تركيا. ففي 12 من شهر مارس من ذلك العام حدث ما عرف بانقلاب المذكرة، وهي مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلا من الدبابات كما فعل في الانقلاب السابق. ثم انقلاب كنعان إفرين عام 1980، وهو من أشهر الانقلابات في التاريخ التركي لما تبعه من قمع ودموية أشد من سابقيه. كنعان إفرين وعقب الانقلاب جمع إلى جانب مناصبه السابقة رئاسة مجلس الأمن القومي ورئاسة الجمهورية التركية، وهو الرئيس الذي وصفته الصحف التركية آنذاك بأنه أصبح رمزاً لهيمنة الجيش على مقدرات السياسة طيلة عقود من الزمن. والبعض يقولون أن الجيش تدخل 4 مرات إذا أخذ بعين الاعتبار انقلاب عام 97 الذي أجبر نجم الدين أربكان أول رئيس حكومة إسلامي على التنحي عن السلطة.